اللي فات بقى كان دايت واللي جاي دسم موت، يعني جه الوقت ننسى السلطة وندخل على التقيل. من الاخر كده اكلة هتخليك تقول يا ريتني ما شبعت. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا بقى على المطبخ. انزلوا بقى بنص كيلو صدور فراخ وهنقطعها مكعبات متوسطة. رش بقى عليها البهارات ملح وفلفل اسود وكمان بابريكا وبهارات مشكلة وكمان بصل بودر، وانزلي عليها بمعلقة توم مهروسة صغيرة وكمان معلقة كبيرة من دبس الرمان ومعلقتين كبار من الصلصة، وانزلوا عليها بقى بكوباية زبادي صغيرة، وده اللي بيخلي الفراخ معانا طرية من جوه. قلبي بقى الفراخ كلها مع بعضيها وسيبيها نص ساعة لساعة. هاتي طاسة بقى وانزلي عليها ب4 معالق زيت وحطي عليها الفراخ بتاعتنا، وافضلي قلبي عليها على نار عالية لغاية ما تتشرب الصوص بتاعنا وما يبقاش فيها ولا نقطة مية. عزيزي المشاهد، اوعى تكون لسه ما صليتش على النبي، انا عايزة اقول لكم ان الريحة لوحديها تجوع. انزلي بقى في طاسة بمعلقة ونص كبيرة سمنة او زبدة اللي متوفر عندك، واول لما تسيح انزلي عليها بمعلقة ونص دقيق، وهنا بعاير بالمعلقة الكبيرة، يعني معلقة ونص سمنة كبيرة ومعلقة ونص دقيق كبيرة، وقلبي فيهم لمدة ثواني، وانزلي عليهم بقى بكوباية وتلت حليب. نزلت بأول كوباية وقلبت كويس، وممكن تقلبي بالمضرب عشان ما يكلكعش معاكي، وبعد كده نزلت بالتلت كوباية، وطبعا استمري في التقليب عشان ما يكلكعش معاكي لغاية ما يبقى القوام كريمي معاكي، او اللي هو المتوسط اللي هو لا خفيف ولا تقيل. هنطفي عليه النار وننزل برشة ملح وفلفل اسود، بس الحتة دي اتقطعت من الفيديو. كده البشاميل جاهز معانا. انزلي بقى في اي طاجن عندي بالفراخ بتاعتنا وانزلي عليهم بالبشاميل الكمية كلها اللي احنا عملناها. شايفين سمك البشاميل؟ القوام الكريمي بتاعنا وكمان مش تقيل. انزلي عليهم بقى بالموتزاريلا ودخلي الطاجن ده الفرن، بس هنولع عليه من تحت بس، وممكن تحطيه على البوتاجاز. واول لما الصوص والبشاميل والموتزاريلا يسيحوا يا دوبك هو بنطفي عليه على النار على طول، او في الفرن اول لما الموتزاريلا تسيح. شكرا كده هي خلصت. حطوها بقى في لقمة عيش او رز بشعرية. يا جماله. اكتبولي بقى في التعليقات ايه رأيكم، وما تنسوش تكتبولي في التعليقات حاجة تؤجروا عليها.